بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله انا متجهه لمدينه دمياط الجديده، رايحه لجامعه الازهر بدمياط. ان شاء الله هاخدكم في جوله حلوه كده، وهنقول مع بعض كم معلومه عن مدينه دمياط، لان مدينه دمياط هي مدينه جديده من مدن الجيل الاول، بتقع في محافظه دمياط. كمان بتتبع إداريا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وانشأت مدينة دمياط الجديدة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980. كمان هي من أكتر المناطق في جذب السياحي الواعدة إن شاء الله، وبتعتبر وبتمثل إنجاز عملاق في مجال التعمير وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. مدينة دمياط ما شاء الله بتميزها التصاميم اللي هي ذات طابع أوروبي، يعني بتعتبر مدينة أوروبية على أرض مصرية. تعتبر من المدن الجميلة جدا اللي فيها تصميمات عمرانية حلوة قوي وجذابة ما شاء الله. من الشوارع بتاعتها حلوة ونظيفة وجميلة، كمان من التصميمات اللي فيها ما شاء الله حلوة قوي. طول ما انتي ماشية في مدينة دمياط حاسة ان الشوارع واسعة قوي، وكمان المناظر بتاعتها جميلة وحلوة ان شاء الله. كمان بعون الله هاخدكم في فيديو تاني في مدينة دمياط ان شاء الله، احاول اجيب لكم فيها اشهر الشوارع. يعني عندنا شارع الصعيدي يعتبر من اشهر شوارع دمياط الجديدة، احاول اخد لكم فيه جولة ان شاء الله في الفيديو الجاي بعون الله. واحنا طبعا عارفين ان مدينة دمياط بتشتهر بالاساس وكمان الحلويات. كان عاجبني قوي تنظيمة المباني، جميلة جدا وفكرتها حلوة قوي. كمان الشوارع بتاعتها نظيفة وفيها شجر. انا عايزة كمان قبل ما ياخدنا الكلام الحلو معاكم كده، اي حد من مدينة دمياط يثبت وجوده ويكتب لنا تعليق حلو كده، لان من احسن الناس ومن يعني ما شاء الله الشعب الدمياطي شعب نشيط وشعب ما شاء الله بيحترم المهن جامد جدا. يعني يعتبر من اكتر المدن في الايدي العاملة برضو مدينة دمياط ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين الشوارع فيها جميلة قوي وواسعة ونظيفة، وتحس ان هي زي ما قلتلك في الاول كأنك ماشية في مدينة اوروبية ان شاء الله. على فكرة مدينة دمياط الجديدة هتكون من المدن الواعدة في الجذب السياحي، يعني لان هي تعتبر انجاز عملاق في مجال التعمير. انا زي ما قلت لكم كنت رايحة لجامعة الازهر بدمياط علشان خاطر اكشف وكده. برضو ما شاء الله الجامعة حلوة قوي وفيها جميع التخصصات لأي حد حابب ان هو يتجه لهناك. ما شاء الله الدكاترة اللي فيها محترمين جدا وكويسين جدا. كمان هي جنبها معهد الأورام، يعني جنب جامعة الأزهر موجود معهد الأورام بدمياط، هوريهولكم حالا. احنا خلاص قربنا ندخل عليه، فحاول اقرب اهوت. ده السور بتاع جامعة الازهر من بره. ما شاء الله فيه زي ما قلت لك كل التخصصات، باطنة بقى اورام، كله جراحة تجميلية، كل حاجة لها عيادة هناك. بتدخلي وبتبدأي يتعمل لك عرض وبيوجهوكي على المكان اللي انتي محتاجة ان انتي تكشفي فيه. ما شاء الله فيها دكاترة جميلة جدا وعلى مستوى عالي من العلم. كمان بيعملوا تحويل لمدينة لجامعة معهد أصفى، معهد الأورام هو جنبها على طول. دي شكل الجامعة من جوه ما شاء الله. هي المكان حلو برضو وكويس جدا. كمان الخدمات فيه زي ما قلتلك جميلة، وعلى فكرة سهلة، يعني مش هتقعدي تلفي كتير وكلام من ده، لا هما بتكشفي ووجهوكي على اللي انت محتاجاه على طول. انا حبيت اخد لكم جولة في قلب الجامعة من جوه.
زي طبعا الجامعة دي بيكون فيها طلبة اللي هم طلبة الطب، سواء بقى ايه بطنة، سواء جراحين، سواء تجميل، سواء اي تخصص الشخص اللي هو بيكون بيدرسه. كمان هنا في سكن الطلاب اللي هو البنين، وفي برضو سكن الطلاب اللي هو البنات اللي هو ورا شوية. فهي زي ما قلتلك المكان حلو قوي وجميل. انا حاولت ان انا اخد فيه جولة بسيطة كده معاكم وانا في قلب المكان. وزي ما قلتلك ان شاء الله بعون الله المرة الجاية ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو كبير عن مدينة دمياط، وعلى زي ما قلتلك هناخد جولة في شارع الصعيدي، وهناخد جولة عند معارض الأساس. طبعا أفخم الأساس هو الأساس الدمياطي. كمان أحسن الحلويات هي حلويات مدينة دمياط. وزي ما قلت لكم الشعب الدمياطي شعب جميل وشعب نشط وشعب ما شاء الله يعني خلوق، والتعامل معاه حلو قوي. انا كانت عجباني بصراحة المدينة ونظافتها والتصميمات زي ما انتم شايفين مبهرة، كانت بهراني جدا. عشان كده انا شايفة ان فيديو واحد على المدينة دي قليل قوي. اتمنى يا رب نلاقي كل ده في كل محافظة من محافظات مصر. انتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله.